الجماعة السودانيين اللي ماسكين لك في يقول لك انت تذكر اسم السودان تطلع ترند وتبقى يا عم ترند مين يا عم وبتاع يا عم والنبي ما تتعبونا يا عم معاكم. وبيشتموا في المصريين ومصر وبتاع يا عم، طب احترموا حتى مصر اللي مستضيفة فوق ال 12 مليون سوداني وبياكلوا وبيشربوا في وسط اهلها وعايشين زيهم زي اهلها. وبعدين في الاخر يقول لك بجروشنا وبتاع، جروشكم ايه يا عم؟ مش عايزين، لا لا، بجروشكم يا عم روحوا بلد تانية يا عم طالما بجروشكم بقى، لو انت شايف انها بجروشكم يعني. وعلى فكرة كلامنا مش لعامة السودان، في ناس محترمة في السودان على فكرة وطيبين ومحترمين جدا، لكن شوية الناس السودانيين اللي هم لسانهم فالت دول بصراحة يعني مش عارف اقول لهم ايه. هو انت لما تشتم يعني ولا تعيب في مصر يعني انت هتغير حقيقتك؟ ما هو انت حقيقتك معروفة. وبعدين الجيش المصري اللي انت عمال تلوم عليه ده، طب ما هو سايبكوا الدهابة يعني اللي هم، طب ما هو سايبكم من زمان يا جماعه، بقالكم سنين السنين عمالين تطلعوا ذهب وتاخدوه وتخشوا بيه السودان يعني. ما لكن الموضوع بدأ يزيد عن حده وكان الزحف شغال، ده كانوا داخلين على مرسى علم والموضوع فتح منهم زياده عن اللازم، فاضطر الجيش المصري ان هو يعمل ردع للموضوع ده. وبعدين ما تقولش المصري لما يذكر اسم السودان كذا، معروف اسم المصريين معروف في العالم كله يا باشا. شوف اي واحد مصري هتلاقي اسمه فينا حته في العالم كله وفي مصر وفي كل مكان. فما بلاش مزايده ملهاش لازمه. احنا عمرنا ما كنا متكبرين على حد، لا احنا بنستضيف كل الناس واستضفنا السوريين والناس عاشت باحترامها معانا يعني سنين طويلة، وغيره فلسطينيين وغيره يعني. اشمعنى انتوا اللي جيتوا قعدتوا سنة واحدة بس عملتوا القلق ده كله ومش عاجبكم كمان؟ يعني انتوا ملايين الملايين عايشين في مصر وبتاكلوا من خيرها وفي نفس الوقت برضه مش عاجبكم ازاي؟ يعني احنا بنحترم الناس السودانيين المحترمين المؤدبين العقلانيين، لكن القلة القليلة اللي هم بيقعدوا يسبوا ويشتموا دولت ناس ما يخصوش الا نفسهم، وربنا يهديهم ويهدينا جميعا. وفي الاول وفي الاخر مصر بلد محبة للجميع، ده مش كلام، ده شعار مصري وشعار واقعي وبيتنفذ على ارض الواقع. وشوفوا تحركات مصر حول الدول العربية والإسلامية، وشوفوا مصر بتسعى لإيه وبتعمل إيه، وشوفوا السودان نفسها مصر بتعمل معاها إيه. مش جباية ولا إن إحنا بنجبي على حد ولا لأ، والله هي الفكرة كلها فكرة أشقاء مش أكتر، فمالوش لازمة الغلط. وفكرة اللي تتحملونا جميل، لو على الجمايل مصر لها جمايل على الكل وبزيادة، فمالوش لازمة بقى فكرة إن أنت جميل إيه يا عم؟ بس أنا مش فاهم، ده أنتوا ناقص يا عم تيجي تقولوا البحر المتوسط بتاعنا والإسكندرية بتاعتنا والأزهر بتاعنا والجامعات المصرية بتاعتنا. إيه يا جماعة؟ في إيه؟ مصر يا جماعة بلد كبيرة فيها مؤسسات كبيرة، بلد يعني انت ما تقدرش على الكلام معاها. فمالوش لازمه انك انت تقعد تحط قاعد في الصحراء في الخيمه، فمالوش لازمه انك انت تقعد بقى تتكلم وتقول مش عارفه ايه وبتاع، لا ولا تكبر ولا تعالي والله، بس انت اللي عايز تتكبر وتتعالى. مصر على مر التاريخ من يوم ما ربنا خلق الارض وهي بتهزم اقوى الجيوش، وده تاريخ احنا مش بنخترعه، لا هو ده تاريخ. مصر اكتر بلد على وجه الارض اتذكرت في القرآن الكريم بشكل مباشر وبشكل غير مباشر. مصر الأرض اللي تجلى عليها الله سبحانه وتعالى، مصر اللي أهلها ما بيهربوش منها وقت الأزمات ووقت الحروب. لو أبناء مصر في الخارج ومصر في أزمة أو في حرب كانوا بيجولها زحف علشان يقفوا في قلبها ويقفوا في وسط المعارك وفي وسط الحروب عشان بلدهم، عشان بيحبوا بلدهم. هي دي مصر واهلها. اسالوا على مصر يا جماعه، لو انت مش عارف اسال، سيبك من الشغل اللي انت شغال عليه وبتفهمه وعمال تتكلم فيه دوت، لان مصر مش عايزه ترد عليكم بالاساءه ولا ترد عليكم بالشكل اللي انتوا بتتعاملوا بيه ولا بالاسلوب اللي انتوا بتتعاملوا بيه. فاحنا مش هينفع ان احنا نخش في جدالات ونقاشات ملهاش اي فايده معاكم. مره اخرى، اهل السودان الطيبين المحترمين العقلانيين المثقفين نشيلهم في عينينا وبنحترمهم جدا، لكن القلة القليلة زي ما قلنا دول ربنا يهديهم.